الهدف من الفيديو النهارده او اللي انا عايز اقول لكم على الفيديو النهارده هو التكاليف بتاعه المعيشه في المدينه اللي انتم شايفينها دي. لو احنا بنتكلم على تكلفه المعيشه بالنسبه للاسره المكونه من 4 افراد، اول حاجه خالص اغلى حاجه في المعادله بتاعه المعيشه هنا هي السكن. السكن هنا حسب المنطقه اللي انت هتعيش فيها، واحنا بنتكلم على بريتش كولومبيا وبنتكلم تحديدا على اللور مينلاند. اللور مينلاند دي اللي هي مقصود بيها ايه؟ مقصود بيها مدينه فانكوفر، مقصود بيها بيرنابي، نيو ويست، كوكيتلام، ريتشموند، دلتا. دي حته اسمها، يعني الحتت دي اسمها بور كوكيتلام. الحاجات دي كلها اسمها اللور مينلاند. تكلفه المعيشه وتكلفة السكن في الأماكن دي بيتراوح بشكل كبير. يعني مثلا تكلفة المعيشة في فانكوفر قرب الداون تاون، أو تعالى نقول في الداون تاون نفسها، ممكن تلاقي 1 bedroom. أنا كده يعني كده مش بتكلم على الأسرة، أنا بكلمك حتى ك1 bedroom بتوصل إلى $3000 في الشهر. يعني ده افريج. ممكن تلاقي 1 bedroom في الداون تاون $3000 و $3200 في الشهر. تطلع بره الداون تاون، خلينا نتكلم. طب معلش يا جماعه عشان نبقى محددين، خلينا نتكلم على الاسره من 4 زي ما انا قلت، وبنتكلم على 2 bedrooms. 2 bedrooms في الداون تاون ممكن توصل 3.5 و 3,800 عادي جدا جدا، و 4000 بكل سهوله في الداون تاون الايام دي. في حتت ممكن في الويست اند في الداون تاون ممكن مثلا تلاقيها اواخر الالفينات او اوائل الثلاثينات يعني، بس ده مش كتير. فانت بتتكلم في الداون تاون افريج قول 3.5 مثلا بالميت خالص، ان انت لو 2 bedrooms في حته في الحلوه في الداون تاون، وما كانش اكتر من كده. تطلع بره الداون تاون شويه وتروح مثلا ناحيه ييل تاون او تروح ناحيه تشاينا تاون وحاجات زي كده، هتلاقي الاسعار بدات تقل شويه. ممكن تبقى في اوائل ال3000 او اواخر الالفينات اللي هي ال2 bedrooms، وبرده مش اكيد، غالبا ممكن تبقى اغلى من كده. فانا بكلمك على الاسره المكونه من 4 وهي بتبص على الماب يعني. لو انت رحت ناحيه كيسلانو مثلا اللي هي ويست فانكوفر، فدي مثلا التكلفه فيها برضو يعني بتختلف. في اماكن حتت قديمه شويه فيها، واماكن فيها اماكن جديده، فتكلفه المعيشه فيها او تكلفه السكن فيها بتختلف. بس لو احنا اتكلمنا على فانكوفر، تعال نحط افريج كده. لو انت شقه 2 bedrooms هتسكن فيها بحوالي $2,800. خلينا نقول رقم زي ده. انا ساتسفايد برقم زي ده. في ارقام اقل من كده ممكن، وفي يعني اغلى من كده. 2800 ل $3000 2 bedrooms. اوكي. فدي كده اول حاجه لو انت واحد جاي معاك طفلين وعايز تقعدهم في سكن. نتحرك على نروح بيرنابي مكان جميل جدا، بس للاسف برضو اسعاره الى حد كبير شبه فانكوفر. ممكن تقل مثلا $200 مثلا، يعني في الحدود دي، بس ما هواش قللان كبير. وبكلمك دلوقتي مينلي على الشقق، مش بنتكلم لا على التاون هاوسز ولا بنتكلم على الهاوسز، عشان بس الناس اللي يعني نبقى محددين بشكل او باخر. ريتشموند الاسعار فيها شبه بيرنابي، ممكن اقل سيكه بسيطه خالص، ممكن مش اغلى قوي. لو رحنا مثلا تجاه كوكيتلام هتلاقي الاسعار قلت شويه. ممكن مثلا ال2 bedrooms دي مثلا ممكن تبقى 2500 مثلا شقه، اعتقد في الحدود ديت. نازل في كوكيتلام يا جماعه، اتاكد لي هل الكلام ده مظبوط ولا لا. تروح بورت كوكيتلام اعتقد نفس الكلام. لو بعدت اكتر بقى بس هتطلع بره اللور مينلاند، لو رحت مثلا ميبل ريدج مثلا او ميشن او حاجه زي كده، اسعار طبعا هتقل بشكل كبير. نيو ويست تظل الاسعار برده شبه اقل من بيرنابي بحاجه بسيطه. فاوفرول لو انا من وجهه نظري، لو انت بتفكر واحد جاي جديد وجاي تسكن في فانكوفر يعني في اللور مينلاند، انت متوسط اعمل حسابك على متوسط لا يقل عن $2,600 $2,800 2 bedrooms. يعني لا تقل باي حال من الاحوال عن الموضوع ده. لان هو حتى يعني انا بتكلم كده كافريج، لان في حاجات موجوده في سيري. يعني ليه المعادله نزلت مع اني عمال اقول 2800 وحاجات زي كده؟ الافريج بينزل عشان احنا بنتكلم ان احنا ممكن يكون عندنا في سيري، منطقه سيري، اسعار اقل من كده شويه في نورث سيري، لان فيها جيلفورد دي ممكن اسعار فيها اقل شويه. فخليك عامل حسابك ان انت في حدود 2600 ل 2800. ده لو انت بتدور على 2 bedrooms في فانكوفر او اللور مينلاند دلوقتي. طيب ندخل بس الحته اللي جوه دي. نيجي ندخل بقى على موضوع الطعام او الاكل. ايه الاكل؟ انت تكلفه الاكل اللي انت ممكن تدفعها في السكن او في الشهر بتاعك. تعالى كده، يعني انا كنت زمان بقول الافريج بتاع الواحد $150، بس حقيقي مع اللي انا بقيت بشوفه، انا ما كنتش بركز قوي لان كانت زوجتي هي اللي بتشيل حاجات.
وما زلت مش مركز، بس يعني حاولت اركز مؤخرا كده، مش عشان خاطر حضراتكم، عشان انا بقيت بشوف ان يعني زمان اول ما كنت ما كانش في سحب من الفيزا على طول، دلوقتي بقى ايه كل شويه ايه حد اشترى حاجه، فايه بدات الاحظ في ايه اللي حصل. فتكلفه بتاعه الطعام دلوقتي اعتقد غلت. يعني انت ممكن شهريا الفرد مثلا لو انتوا اسره من 4، زمان اول ما جيت مثلا اعتقد احنا كنا 5 يعني، بس زمان ممكن اعتقد ممكن 700 800 دولار من 5 سنين كده كان كويس. دلوقتي اعتقد ان انت رقم ممكن نقول الضاعف مثلا، يعني ممكن نقول مثلا 1200 1400 1500. اصلا الموضوع ده مختلف قوي قوي قوي. بس يعني انت تعال نتكلم كده على مثلا حاجه زي المقومات الاساسيه، الطعام الرئيسي. يعني لو احنا بنتكلم في مثلا الطعام الرئيسي بالنسبه لي، عشان تعرفوا بس كل واحد هو بيكلمكم عامل ازاي. انا مثلا رز مثلا ده بالنسبه لي من الحاجات الرئيسيه. فانا مثلا الرز المصري الكال روز اللي انا لسه كنت بكلمكم عليه من يومين، الكال روز ده تقريبا ال7 كيلو ب 22 دولار حاجه زي كده. فانت كده عندك الكيلو تقريبا بحوالي 3 دولار، يعني صح ولا ايه؟ تقريبا في الحدود دي. فانت عندك الرز مثلا 7 كيلو او بحوالي 22 دولار. عندك مثلا اللحوم نفسها الباوند، هنا بيشتغلوا بالباوند اللي هو 0.452 مثلا من الكيلو، يعني اقول مش نص كيلو، بقول نص كيلو. ده تقريبا تكلفته بتختلف ما بين الباوند من مثلا من 8 9 دولار ل 10 11 دولار يبقى بالكتير، يعني ده ممكن كمان اقل. فانت قول مثلا 9 دولار مثلا الباوند، اللي هو كيلو مثلا نقول تقريبا 18 جنيه، سوري انا اسف 18 دولار. فكيلو اللحمه ب 18 دولار. الفرخه مثلا بتبقى من حدود 13 جنيه 13 دولار الى مثلا 16 دولار. يعني مثلا في فراخ موجوده في سوبر ستور على طول الفرخه كامله على بعض ب 13 دولار. دي من زمان، انا لسه والله حتى كنت عامل فيديو، مش عامل فيديو، ببص في الفيديوز بتاعتي من امبارح ولا حاجه، فلقيت ان انا كنت مصور فيديو السنه اللي فاتت لما كان بابا ماما هنا، كان اخويا سهيل الصغير بيصورني، بشوف اسعار الفراخ. فبصيت على الفراخ، كان طلعت كيس فراخ كان ب 13 دولار، هو كل مكتوب عليه 13. والله قدرا وزوجتي لسه جايه من مصر كنت بشتري برده حاجات، فلقيت برده الفراخ اللي ب 13 نفس الفرخه يعني. فالفرخه ب 13 دولار. بس لو انت بتروح تشتري طبعا الفراخ دي حلال، بتكلم عن الحاجات الحلال والتسعه والحاجات دي، الاسعار الحاجات الحلال. الحاجات اللي هي مش بتبقى مذبوحه في المجازر الاسلاميه وحاجات زي كده، طبعا اسعارها اقل من كده بكتير. في ناس بتجيب كده وفي ناس بتجيب كده، بس انا بقول لك يعني الحلال، خلينا نتكلم في الحاجات الحلال من وجهه نظري يعني. في بعد كده الفراخ، اللحمه، السمك بيبقى مختلف بقى، يعني انت حسب هتجيب سمك فريش ولا سمك فروزن ولا ايه. في سمك مختلف يعني اسعاره مختلفه. الجمبري اسعاره مختلفه. الجمبري مثلا اعتقد الباوند مثلا في حدود 15 دولار، وجمبري كويس جدا مش وحش خالص. كوسكو على طول او سوبر ستور بيبيع زي بتاع كبير كده فيه 3 باوند تقريبا برقم قليل. فيعني تقريبا الباوند بتاع الجمبري في قول 13 15 الى 18 دولار، جمبري كويس. يبقى كده اتكلمنا على الفراخ، اتكلمنا على اللحوم، اتكلمنا على السمك. السمك اللي هو هنا الناس بتاكل ايه برضو، سالمون مثلا بيقول عليه سامن. ده مثلا السامن ده الباوند بتاعه بكام مثلا؟ الباوند بتاعه بيختلف حسب اتلانتيك ولا وايلد ولا مش وايلد وحاجات زي كده. بس ممكن تقول مثلا الباوند مثلا ب 10 دولار مثلا برضو. او ساعات السمك، لان هو ساعات بيعملوا ايه في المواسم، ممكن السمكه دي كلها تنزل مثلا تبقى كلها مثلا ب 15 دولار سمكه سلمون. فالموضوع بيبقى مختلف شويه. انا بس مش عايز اتوهكم، لكن دي كده بشكل عام الاسعار بتاعه اللحوم. ايه الحاجات التانية؟ الرز اتكلمت عليه. المكرونه مثلا بتلاقي كيس المكرونه بدولار مثلا، لو انت بتشتريه مثلا من سوبر ستور حاجه اسمها نو نيم، ده مثلا بتلاقيه مثلا $1 و30 سنت كيس المكرونه اللي هو بيبقى 450 جرام تقريبا. الفواكه والخضروات وحاجات زي كده بتختلف بقى. يعني وريتكم الليمون، زي ما قلت لكم الليمونه والواحده كانت $1، بس انت لو ممكن تشتري باكج حوالي كام
كان كام كيلو انا نسيت والله. يعني في الاخر الليمونه ممكن تبقى مثلا ب 40 سنت ولا 45 سنت الليمونه. الطماطم، الخضار، يعني اسعارهم يعني اعتقد في الشهر مثلا خضروات وحاجات زي كده انت ممكن تلاقي نفسك داخل لك في حوالي مثلا $150 مثلا ولا حاجه. 150 مثلا $150 يعني. فاوفرول انا متخيل ان تكلفه الاكل بالنسبه لاسره مكونه من 4 افراد، لان احنا كده مش حاطين مثلا فيها حاجات المدارس بتاعت الولاد ولا العيش. مثلا كيس العيش مثلا بيبقى $2 تقريبا، لو رحت مثلا مكان تاني ممكن يبقى ارخص. وبالنسبه للاسعار اللي انا بقول لكم عليها دي، في اماكن بتبقى فعلا ارخص. يعني مثلا في مكان في فانكوفر هنا اسمه بيرشيا، ده مكان ايراني، الحاجات فيه ارخص بكتير. يعني الباوند الطماطم مثلا ب$3، مش تخيل، بس الباوند ب$3. عنده مثلا ممكن الباوند كله يبقى $1.50، فاهم؟ بس ما اعرفش الكواليتي بتاعتها بتبقى احسن حاجه ولا لا، لكن يعني موجوده طماطم. يعني انت لو تروح تجيب طماطم وتاكلها هتبقى زي الفل. يعني ما فيش هنا حاجه بتيجي كندا فيها مشاكل. دي كده بالنسبه للخضروات، اللحوم، الاكل. الحاجات بقى الرفاهيات اللي انت ممكن تجيبها تاني مثلا عباره عن ايه؟ حاجات الولاد مثلا بتاعت المدارس دي مش رفاهيات قصدي، يعني الحاجات الزياده اللي بتتجاب مثلا الحاجات بتاعت المدارس اللي هي العصاير والشيبسيهات والبسكوتات وحاجات زي كده. طبعا يطلع انسان، لازم في انسان فزلوك يقول لك انت بتجيب الحاجات دي للولاد ليه؟ انا بجيبها للولاد، يعني فاهم؟ يعني انا بعمل لهم، مامتهم تصحى الصبح تعمل لهم اكل كتير وحاجات كده، بس بتحط لهم حاجات زي دي كده معايا في المدرسه. يعني معلش ما تزعلوش يعني. دي كده حاجه. بس فكده الاكل تقريبا انا متخيل اسره من 4 دلوقتي هتخش لك في حدود 4000. انا اسف. الاكل دلوقتي بالنسبه للاسره هتخش لك في حدود مثلا قول $1500. اعتقد ده هيبقى فير، يعني على يعني متوسط مش بطال. يبقى احنا كده السكن اتكلمنا عليه، قلنا السكن ب $2800 في فانكوفر، خلينا في فانكوفر. الاكل في حوالي $1500. ايه الحاجات التانية اللي عندك؟ المواصلات مثلا. المواصلات دي بتبقى عبارة عن ايه مثلا؟ عبارة لو انت معاك عربيتك فانت بتدفع لها تأمين وبنزين. تأمين وبنزين في الشهر بيبقى في حدود مثلا لو $250 بنزين، و120 $140 التأمين بتاع العربية. قول يا سيدي 150 و250، لقيت نفسك داخل لك في $400 للسيارة بتاعتك. وانتوا كده انتوا الأربعة، تظلوا انتوا الأربعة. لو انت بقى بتأجر لو انت سوري مش مأجر، لو انت بتدفع اقساط العربية حسب بقى سعر العربية انت جايبها بكام وبتدفع كام قسط. ممكن تلاقي عربيات تدفع من اول $300 وصولا الى وانت طالع. فيعني برضو العربية، خلينا نقول انسان طبيعي هيجي يشتري عربية طبيعية وهيدفع لها بس البنزين والبتاع، فانت كده $400 في الشهر للحاجات دي. معلش الفيديو طول قوي، بس يعني اعذروني، حابب ان انا اتكلم معاكم في الوقت ده. بعد كده غير العربيه عند حضرتك مثلا حاجات رفاهيات، او انا اسف ما انا مش عارف ليه بقول رفاهيات، انا رايح الجيم بقول لكم رفاهيات. حاجات مثلا زي مثلا الجيم ده مثلا، فانت بتدفع لك حسب المكان اللي انت بتروحه. الجيم ممكن يبدا من $15 في الشهر في فانكوفر الى مثلا $150 في الشهر. فافريج مثلا قول الجيم في الشهر مثلا $50. ده كده يعني الناس اصلا بتروح اقل من كده، بس خلينا نقول يا سيدي $50 في الشهر جيم. تليفونات واتصالات انت واولادك، هنقول مثلا انت هتجيب تليفون لحضرتك، معاك تليفون بتاع حضرتك ومع زوجتك معاها تليفون، انت كل واحد فيكم بيدفع له مثلا اولموست $50 في الشهر. وفي حاجات بتبقى ارخص من كده ساعات، بتيجي مثلا الشركات المشهوره هنا بتاعت الاتصالات هي مثلا تيلس وروجرز وبال وحاجات زي كده. وفي مثلا حاجات انا مثلا مشترك في حاجه اسمها فايدو ده من حاجات تبع روجرز وحلو جدا جدا، الباكج بتاعته حلوه. وساعات بقول لحضراتكم في البوكسنج داي في شهر 12 بييجوا يعملوا اوفرز بتخلي مثلا الحاجه خصم عليها مثلا كبير، فممكن تلاقي مثلا 30 جيجا مثلا ب $15 سوري ب $35 حاجه كده. فانت هتدفع لك مثلا في الشهر في الاتصالات ممكن اولموست $150 لو انت هتجيب لحضرتك خط وزوجتك خط وعندك طفل مثلا محتاج خط في البيت، بالكتير كتير يعني. العادي مثلا $120. فيبقى انا كده اتكلمت. معلش انا بفكر نفسي عشان انا سايق ومش فيش حاجه، ما بقراش من سكريبت ولا اي حاجه. فخلينا نقول اول حاجه السكن قلنا 2800. تاني حاجه المأكل الاكل والشرب 1500. السياره 400. والاتصالات 150. 140 يا سيدي 130. والجيم 40. كده اعتقد دي بشكل عام التكلفه
الكبيره اللي مش شرط جيم يعني، حط بقى عليها مثلا عشان دي حاجه انت لن تستطيع ان انت تتوقف عنها باي حال من الاحوال، الا لو انت عزلت نفسك يعني مسكت نفسك كده ومسكت زوجتك في البيت واولادك وقفلتوا الباب، او عملتوا حاجه لوك الباب ما يفتحش بعد الشغل، بحيث انت ما تشوفش حد وما تتكلمش مع حد وما تجيبش اي حاجه ملهاش لازمه. بمعنى ايه ملهاش لازمه؟ مش ملهاش لازمه قصدي يعني ما تجيبش اي حاجه فيها رفاهيه. انا هي رفاهيات في اللي انا بقوله، انا اسف والله يا جماعه، انا مفيش اي رفاهيات في اللي انا بقوله ده. المهم الخروجات والحاجات اللي هي بتبهدل المرتب بتاعك او تبهدل الحاجات بتاعتك. ايه الحاجات بقى ديت؟ ان انت مثلا ايه، احنا في فانكوفر هنا اوسم ايجيبشنز اوف فانكوفر مثلا اللي هو جروب المصري، كل شهر مثلا بنروح خروجه مثلا، بنتجمع مع بعض، تلاقي نفسك دافع لك مثلا 130 150 دولار انت اولادك يعني، ده كده كاسره يعني. فدي كده حاجه. انت اتقابلت بقى مع اصحابك، عندنا جروب الليل واخره، جروب الليل واخره ده شهريا بتلاقي نفسك دافع لك مثلا كل اسبوع مثلا 20 دولار مثلا 15 دولار حاجه زي كده. فده بكلمك على الزوج دلوقتي، الزوج يعني الشخص واحد من البتاع ده. فانت مثلا كراجل هتلاقي نفسك دافع لك بتاع 70 80 دولار في الشهر ما كانش اكتر. دي كده خروجات شبابيه واسريه دافع 150 دولار، ادي كده 250 دولار. وزوجتك لازم هتخرج، ما انت مش حابسها صح ولا ايه؟ يعني حتى بتشتغل ما بتشتغلش هتخرج، وهتاخد فلوسها من مين؟ حضرتك الزوج يعني، ما انت المسؤول. الا زي ما بقول لك انت تقفل الباب عليك، لان انت مش هينفع تقول لها هقفل عليك الباب وما اقفلش على نفسك. فانت ايه، زوجتك برضو قول زي حضرتك مثلا 100 دولار ولا حاجه. انا بكلمك في حاجه متوسطه يعني، انا ما بعملش الكلام ده بس يعني خلينا متوسطه. يبقى انت 100 زوجتك 100 والبيت 150، ادي كده لقيتوا نفسكم دبستوا في كام؟ 350 دولار في الشهر. ايه دي كده؟ وانت من غير بقى ما اقول لك رحت جبت قهوه ولا رحت عملت حاجه ولا سويت حاجه. فاحنا كده بنتكلم 350 نسريات كده، ايه نسريات الطيبه ماشي. دي كده حاجه. ما مثلا بقى دي نسريات الطيبه. تيجي بقى ان انت ولادك قالوا لك احنا عايزين نخرج، انت هتخرجنا مع الكوميونتي بس، خرجنا مع نفسنا يعني، اشمعنى اصحابنا ومش عارف ايه. هنا الكنديين مش بتوع خروجات قوي بره ومش بتوع اكل قوي بره، لكن بتحصل يعني شغالين يعني. فانت هتلاقي نفسك مثلا كل اسبوع مره ولا مرتين حسب انت وزوجتك بقى. لو انت زوجتك من الناس اللي بيعملوا حاجات هتلاقي لها عامله اكل في البيت. لو من اللي ما بيعملوش حاجات مش يعني ممكن تطلب كتير. المهم خلينا نقول مثلا طلبت انت اكل في البيت، طلبت اكل بره او رحت اكلت بره، خروجه المطاعم الواحده بتكون دلوقتي في حدود ال 70 الى يعني 70 ده من غير تاكسز ولا تيبس ولا حاجه، الى مثلا 90 دولار. لو انت اسره من 4 هتلاقي نفسك لابس في هذا المبلغ البسيط يعني، او مش البسيط اسف، في هذا المبلغ ده. فانت مثلا يعني قول 70 دولار، ومثلا مره هتجيب اكل من بره مثلا ب 50 دولار، ومره مش هتلاقي نفسك مثلا داخل لك في مش لا يقل عن 200 دولار برضو حاجات تانية. فانت كده قلنا 350 خروجات لو شاب بيخرج وزوجه بتخرج ومش عارف ايه، دي كده دول 100 ليك و100 لزوجتك و150 للبيت 350. وعندك 200 للبيت لو ده، وده طبعا مش هيحصل، الموضوع ما بيبقاش كده. فانت عندك 550 دولار نسريات. قول بص عشان خاطر ايه 10% ضرايب، سوري 10% زياده، فانت كده بتتكلم في 600 دولار نسريات. تعالى كده بقى ايه نقفل على كده، لان انا لو فتحت لك انت ممكن تتخض، مش هتخاف تيجي كندا، هتخاف اصلا تطلع من بيتك. اوكي، فتعالى نحسب الحاجات دي مع بعض. انا راجل سينيور استيميتر يعني، فالحسابات عندي سهله جدا جدا يعني. نهار اسود انا محتاج كالكوليتر عشان احسب الحاجات ديت يعني. المهم فاحنا قلنا ايه تاني مره تانيه مع بعض كده. قلنا اول حاجه 2000، الحمد لله الاشاره وقفت عشان الواحد يعرف يركز تمام. 2800 دولار دول للسكن، تمام. 1500 دولار 1500 دولار اسمها قلنا ايه للاكل. بعد كده قلنا 400 دولار للسياره. بعد كده قلنا 550 دولار للخروجات اللي هي ملهاش معنى. بعد كده قلنا مثلا يعني قول مثلا الكلام ده كده كله 5200، قول 5%، قول زود 250 دولار. احنا قلنا التليفون كمان، قلنا التليفون 150 دولار زائد مثلا 100 دولار تاني، هتلاقي نفسك 5500 دولار. طبعا الرقم ده صادم والفيديو ده صادم، وبما انك وصلت لغايه دلوقتي لسه هقول لك على مفاجاه في اخر الفيديو. بما انك وصلت لغايه دلوقتي انت لو ما عملتش لاف كتير بقى كتير يعني، بص كتير جدا، يبقى في مشكله كبيره جدا جدا. المهم
نرجع تاني لموضوعنا. فانت كده وصلنا لكام؟ وصلنا ل 5500 دولار. هل انت بقى لازم تدفع 5500 دولار في الشهر؟ حسب اللي انا بقوله لازم تدفعه. احنا كده ما اتكلمناش في مصاريف ولاد مدارس خاصه، وما اتكلمناش في اقساط حاجه كبيره ولا مورجج. بتتكلم انسان جه دفع 2800 دولار في السكن، و1500 دولار في الاكل، و400 دولار في عربيته وهو لوحده، ودفع 500 دولار ولا حاجه في الخروجات هو وعياله ومش عارف ايه وحاجات زي كده. طبعا الرقم ده ممكن مش شرط يبقى كده كل شهر، وتشيز اللي هو المفروض ما يبقاش كده، بس هو للاسف احيانا الطبيعي انه بيبقى كده، بس محدش بياخد من الواحد ما بياخدش باله بس يعني. فانت 5500 دولار دول انت هتعمل ايه فيهم؟ يعني هتجيبهم منين ال 5500 دولار دول؟ بصوا، ربنا طبعا سخر لكل واحد يعني رزقه. يعني ده لو انت كمؤمن بربنا، مؤمن بالانجيل، مؤمن باي كتاب سماوي، ربنا سخر لكل واحد رزقه. مش مؤمن بالحاجات دي، فانت عندك مثلا الكارما او يعني اي حاجه، ربنا تعمل حاجه كويسه ربنا هيديك فلوس والدنيا طالما اشتغلت. يعني ما اكيد مش هتقعد في البيت مش هتلاقي حاجه. المهم، فانت لا انت مثلا مرتب المتوسط المرتبات بتاعت الناس هنا في كندا كام؟ الافريج بتاع المرتبات رسميا احصائيا 59430 دولار. اوكي، فانت كده ده رقم ايه؟ يعني رقم يخض بس هو ده الرقم. يعني 60000 من الاخر، 60000 على 12 يعني 5000 دولار في الشهر. انا بقول لحضرتك انت هتصرف كام؟ 5500 دولار. خليكم معايا، خليك مع البتاع لغايه باب الدار. طب انت كده عندك عجز كام؟ 500 دولار. هل انت بقى هتعمل كده؟ مش هتعمل كده، لان انت اصلا ال 5000 دولار بتوع الشهر دول شاملين ضرايب اصلا، فيهم مثلا حوالي 25 ل 28% ضرايب. تعال نقول يا سيدي هنشيل منهم 25% بس، يعني من ال 5000 دول قول يا سيدي هيبقى مثلا 4000 دولار. قول 4000 دولار مش اقل من 4000. فانت عندك 4000 وانت بتقول هتصرف 5500. طبعا بقى يبقى انت بالمنطق في عندك حلين. اكيد مش هتسكن في ال 2800، اكيد مش هتجيب اكل بالمبلغ ده كله، لان المبلغ ده برضو قلت لكم on the high end, a little bit on the high end. مش هتخرج الخروجات اللي 550. عربيه بتاعتك هتحاول ان انت تقلل شويه مصاريفك، هتأجر مثلا، او مثلا تجيب اسمه ايه ده، بسم الله الرحمن الرحيم، اللي هو مش باص، اسمه ايه، ان يعني مش يعني هتحاول تستخدم الاتوبيسات او البابليك ترانزيت، وممكن ما هياش ارخص من كده بكتير وحاجات زي كده. الحل التاني ان زوجتك تشتغل. لو هي اشتغلت زيك فانت برضو هتلاقي نفسك خلاص، انت بدل ما 4 بقيت 8، بتاخد 8000 مرتب، فهتقدر تعمل كده. بس هل هو ده الهدف ان انت تصرف 5500؟ يعني 5500 ده يعني الانسان كندي، الانسان اللي جاي كندا لازم شاف حكم من كندا فقال له بيصرف 5500 فلازم يصرف زيه؟ لا، لان انا هواجه انتقادات بالهبل. انا عارف انه يقول لك ليه يا عم 5500؟ انا مره قلت 4500، قعد يقولوا يا عم ازاي انسان يعيش ب 4500؟ ده قليل جدا جدا. فهو في ناس يعني ربنا ابتلاهم بامراض كده، هو ما بيقدرش ان هو ايه يعني يميز، او ما يقدرش ان هو يبقى ريزونبل. عادي ممكن الرقم ده مش لو اند ولا حاجه، رقم عادي جدا تقدر تعيش جدا جدا ب 4500 دولار. اي كان يعني 100% اقدر اكد لك هذه المعلومه يعني. بس فدي كده الطريقه ان انت تقلل مصروفاتك ازاي، او ان انت حد من عندك في البيت يشتغل. حاجه تانية ايجابيه ان انت ان شاء الله يعني ناس كتير بتشتغل بمرتب اكتر من ده لما تبدا تشتغل فيه. طبعا هيطلع مشكله بقى الناس اللي هم للاسف ربنا ما وفقهمش في شغل معين، فبالتالي بياخدوا مرتب اقل من كده، فيقول لك ازاي ده احنا مش مستحملين ومش عاملين. انا اسف، هو دي الظروف الحاليه ودي الواقع. الكلام ده بقى اخر حاجه، انا طولت قوي بس الكلام ده اخر حاجه. وبرده قبل ما اقولها، لو انت ما عملتش لايك لغايه دلوقتي والله العظيم صدقوني هتضايق، يعني هبقى الموضوع مضايقني جدا جدا. انا بقالي كل ده، انا مبسوط ان انا معاكم في الفيديو، بس يعني احب تعبير عن البتاع بشويه لايكس يعني وحاجات زي كده. احنا النهارده بس في الشارع بتاع فانكوفر، الشارع ايه، شارع فانكوفر، تقول اي كلام، اسف، في شارع اسمه كينجز واي. دي الشخصيه الثانيه اللي بتقعد معايا في كينجز واي، ورايحين الى طريق الجيم، الى جود لايف فيتنس جيم. المهم، كنت بقول لحضرتك لو انت بقى رحت مقاطعه ثانيه، هل هتدفع ال 5500 دول؟ وابشرك لا طبعا مش هتدفع ال 5500. في حاجات اقل بكتير من الكلام دوت لو انتوا كاسره من 4 افراد.
فبالتالي يعني مثلا البرتا وادمنتون وحاجات زي كده، اعتقد الطبيعي بتاعها مثلا ممكن يبقى $3500 مثلا، $4000 بالكتير ان شاء الله. يعني الناس اللي في البرتا يا جماعه ياكدوا لنا الكلام ده. ساسكاتشوان اقل شويه منها، مانيتوبا المفروض يعني زي ساسكاتشوان او اقل كمان شويه. يعني الناس تاكد لنا هذه المعلومات، يبقى مشكورين جدا جدا. طبعا لو رحت تورونتو ممكن تدفع المبلغ ده عادي جدا، حسب انت هتسكن فين، لان تورونتو برضو من الاماكن الغاليه. لو رحت بقى الاماكن الاطلسيه اللي هي نيو فاوندلاند والحتت ديت، يبقى اعتقد الدنيا هتمشي بشكل كويس. يا جماعه طولت عليكم جدا. هو ممكن اختصر الفيديو ده، كان ممكن اختصره، بس مش هطلع بقى كل اللي انا فيه. فانا ممكن اعمل الفيديو ده ريل بعد كده، ممكن اقعد اقسمه كده ريلز. الشخص اللي بيساعدني، الصديق اللي بيساعدني في الحاجات دي، ممكن يقسم الكلام ده ريلز ونبدا نتكلم فيها واحده واحده. بس اشكركم مره تانية جدا جدا على هذا الموضوع. ان شاء الله الفيديو الجاي هكلمكم فيه على لو انت بقى شخص جاي لوحدك. محدش يسالني اجي ازاي بالله عليكم. لو انت جاي لوحدك، يعني ما بكلمكش انت جيت ازاي، انا بقول لك لو انت جيت لوحدك ايه ممكن تعمل بقى ايه في هذا الموضوع. بس يا جماعه يعني جاي لوحدك سوري، او لو انتوا 2 لوحدكم، او لو انتوا 6 بقى، لو انتوا 5، او ايا كان الحاجه اللي انتوا عايزينها. مره اخيره اشوفكم على خير، خلوا بالكم على نفسكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. انا كنت شغال في الشركه دي زمان، مش في تلس، في العماره دي، وكانت عماره جميله، وكانت على بعد 10 دقايق من بيتي، بس الحمد لله نقلت منها للشغل ابعد من بيتي بكتير. احنا دلوقتي اخر حاجه بنمشي الشارع ده من اهم الشوارع اللي انا ماشي فيه، اسمه كينجز واي، والشارع اللي بالعرض ده اهم شارع بيفصلني. انا في فانكوفر دلوقتي، شوف انا في فانكوفر، ثانيه باوندري رود، ده باوندري رود. انا كده بقيت في برنابي، دي مدينه برنابي، عشان بس الناس اللي هي ايه مش عارفه المدن والحاجات زي كده. ويظل كينجز واي ده بيقطعها اول ذا واي حتى وصولا الى نيو ويست مينستر. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.